السلام عليكم. تعليق مثير من خالد الغندور على ايقاف طبعا برنامج مدحت شلبي بعد ما اخطأ فيه الكابتن محمود الخطيب واداره النادي الاهلي، وهو السبب الحقيقي لايقاف مدحت شلبي وبرنامجه يا مساء الانوار على قناه MBC مصر. ايه القصه والحوار؟ في البدايه اهلا بكم في قناه تحليلاتكم، شرفونا بالاشتراك في القناه، فعلوا اشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. طبعا كلنا عارفين من يومين تم ايقاف برنامج يا مساء الانوار طبعا المذاع على قناه MBC مصر، اللي هو طبعا بيقدمه الاعلامي الكبير والشهير طبعا المخضرم الكابتن مدحت شلبي، بعد ما اثار الغلط او اللغط على الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره الكابتن محمود الخطيب، واتهمهم طبعا باهدار المال العام واهدار طبعا اموال كبيره في العقود بتاع طبعا لما انهى عقد المدير الفني مارسيل كولر السويسري، ودفع له طبعا 3 شهور اللي هو كان يعتبر شرط الجزاء لمارسيل كولر، وبعدها طبعا المدير الفني اللي بعده برضه ما كملش المده بتاعته ودفع. المهم حسب لك الحسبه دي يا جماعه في التلفزيون طبعا قدام الناس على الملأ، قال لك في يعتبر حاجات ماليه تصل ل 23 مليون جنيه دفعها وتحملها النادي الاهلي، ودي اموال عامه واموال مش عامه والكلام ده كله لازم تكون في مساءله والكلام ده. المهم الكابتن محمود الخطيب مع المستشار القانوني للنادي الاهلي قدم بلاغات في مدحت شلبي، وبالفعل على طول المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام تم ايقاف مدحت شلبي، وقبل كمان ما المجلس الاعلى لسه ما حكمش طبعا في القضيه المقدمه طبعا من النادي الاهلي محمود الخطيب، على طول قناه MBC مصر قررت ايقاف البرنامج وتحويل مدحت شلبي والقائمين على البرنامج يا جماعه للتحقيق لحين طبعا صدور يعتبر الشرط الجزاء او المحاكمه او الحكم يعني من المجلس الاعلى للاعلام تجاه مدحت شلبي. الغريب في الموضوع يا جماعه ان كابتن مدحت شلبي يا جماعه في اللقاء الاخير اللي هو عمل فيه اللغط ده كله كان عنده متحمس وكان مستضيف مجدي عبد الغني وشوقي غريب ومش عارف مين تاني، وقال لهم التشكيله بتاعه النادي الاهلي والزمالك لمباراه القمه اللي جايه. زي ما انتم عارفين ان البرنامج دلوقتي بقى يتذاع 4 وخميس والمباراه يوم الاثنين اللي جاي، فما فيش وقت طبعا نعرض التشكيله. فانت من وجهه نظرك يا كابتن يعني كان عنده امل ان هو يطلع بعد كده يعلق على نتيجه مباراه الاهلي والزمالك ان لم يكن معلقا يعني على هذه المباراه، هو كان عنده عشم كبير. المهم تم ايقاف البرنامج رسميا خلاص ومش هنشوفه تاني لحد ما نشوف المشكله ترسى على ايه، وانا اتوقع ان هو يحب يركب الترند على طول، فبعد ما يتم ايقافه مثلا ويستبعد عن الشاشه شهر او شهر ونص او شهرين هيرجع تاني والناس هترجع تتابعه. زي ما احنا عارفين مدحت شلبي مهما كان من الناس الكبيره والتقيله في المجال الاعلامي الرياضي من زمان، حتى على تعليق المباريات الواحد يحس طبعا لما يتفرج على مباراه الديربي الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي يحب يسمع صوت واحد زي مدحت شلبي بيفكروا بالايام بتاعت زمان والكره الزمان، يعني متعه كره زمان في ايام الاستاد كان 70,000 متفرج وهكذا. المهم في تعليق مثير من الكابتن خالد الغندور على قرار ايقافه، قال لك ايه بقى؟ الكابتن مدحت شلبي هو نشر على الفيسبوك بتاعه، قال لك الكابتن مدحت شلبي راجل كبير وراجل طبعا مخضرم في التعليق وراجل قيمه وقامه في الرياضه المصريه، وطالما الراجل قدم اعتذار للنادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب خلاص مفروض كده يعني النادي الاهلي يسحب الشكوى بتاعته، خاصه ان الراجل ما كانش يقصد حاجه والراجل اظهر حبه للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي في اكثر من مناسبه وهو اعتذر، مفروض الاهلي ومحمود الخطيب يتقبل اعتذاره وخلاص. راجل برضه يمثل الكره المصريه وله تاريخ وباع كبير في الكره المصريه والبرامج الرياضيه، فهو طلب من النادي الاهلي طبعا بيدافع عنه، طلب من النادي الاهلي مجلس ادارته ان هو يسحب الشكوى لان الراجل طلع واعتذر على الكلام والسوء الفهم اللي هو على وصف طبعا مدحت شلبي اللي هو حصل منه في البرنامج او الحلقه الاخيره من برنامج يا مساء الانوار. المهم يا كابتن خالد الغندور مش كل واحد يغلط نيجي نقول له اعتذر وخلاص ونسامحه والكلام ده، هو من الاول طالع يقول الكلام ده وعارف ان هيصير غلط او هيصير لغط للنادي الاهلي ويتهم مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب ان في اهدار المال العام ب 23 مليون، نيجي نسامحه علشان هو اعتذر؟ لا ما يصحش طبعا، ده دفاع يعني بدون اي سبب وبدون اي مبرر، لازم اللي يغلط ياخد عقابه. ده يا جماعه بخصوص طبعا كل ما يصار كواليس محاكمه او ايقاف برنامج يا مساء الانوار بتاع مدحت شلبي. في النهايه ما تنسوش الاشتراك في القناه، فعلوا اشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم قناه تحليلاتكم، سلام عليكم.